ده السادة البشاشرة من الخارج يعني. رضي الله عنهم. طبعا سكن الحاج عبد الحميد البشبيشي داخل المقامات، كان بيتعمل لهم مولد زمان، دلوقتي تقريبا عطلته يعني. طبعا وعلى يمين السادة البشبشة هنا في الحارة الضيقة هناك دي في سيدي محمد الخطيب. طبعا ده مقام سيدي حسين، سيدي حسين البشبيشي رضي الله عنه. طبعا يبدو هنا ان في اللوح الرخامي القديم اللي كان بيؤرخ للمقام يعني، لكن تقريبا الكتابات مطموسة من عليه يعني. الا انه باقي منه جزء. ومكان السرير ده كان فيه مقام سيدي شعبان البشبيشي رضي الله عنه. معرفش هل تمت ازالته، على ما يبدو كده ان تمت ازالته او حاجة زي كده. لكن الأوضة دي كان فيها مقامين يعني. طبعا الدخول هنا مستحيل يعني، احنا ما نعرفش دخلنا ازاي، بس احنا دخلنا بكرامة من المشايخ يعني، لأن في تزمت شديد في دخول المقامات يعني. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. دي أحد أجمل قباب وأقدم قباب مدينة دمنهور، والباب ده من الخارج تحفة. لا سيدي على البشبيشي سيدي حسين رضي الله عنهم. ده سيدي علي حسن البشبيشي رضي الله عنه، من ذرية سيدي الإمام محمد المغازي الأكبر، وهو أول واحد من السادة البشبشة وصل لدمنهور. والمقام له مسجد، إلا إن حجرة المقام مفصولة عن المسجد طبعا. في الفترة الأخيرة فصلت، وكان بيتعمل لهم مولد كبير. والمنطقة البشبشة في مدينة دمنهور أو شارع البشبشة كله كان وقف لهم، وما زالت الأهالي تسكن على أوقاف السادة البشبشة رضي الله عنهم، ونسبهم منتهي لمولانا الإمام الحسين. الله يا أختي، ده أنا فرحت والله. طبعا المقام في حجرة زي ما حضراتكم شايفين، والحجرة تعتبر شبه مسكونة. والله فرحت بيهم. والله فرحت بيهم. الباكيات والمتدلية من القبة تدل على قدم بناء القبة ذاته، انه مبنية من الطوب الرشيدي، والطوب الرشيدي ده شيء خاص بدمنهور والبحيرة وإيدكو. طبعا وعائلة البشبيشي في دمنهور وطنطا والمحلة كتير جدا أصلهم من بشبيش محافظة الغربية، خرج منهم علماء أزهر وصالحين كتار وأولياء كبار. رضي الله عنهم وارضاه. بس المقامات ذاتها تجاوز عمرها 640 سنة، فهي محتاجة تدخل آثار على أقل تقدير يعني، حفاظا على القيمة التاريخية الموجودة في مدينة دمنهور. عند قنديل معلق في المقام وضع عليه القدم يعني، وده الطار بتاع المولد. رضي الله عن سادتنا آل بيت النبي.